السلام عليكم، مرحبا بكم البنات. اليوم في فيديو جديد ان شاء الله راح نديرو مع بعض اروع كروكي بالشوكولا. هاد الكروكي بزاف هايل بمقادير بسيطه كما راكم تشوفوا البنات، غير حبه بيض خرجت لي كميه لاباس بها من الكروكي. الكروكي هذا بزاف هايل واقتصادي ويجي بزاف بنين. والكروكي كما تعرفوا احنا الجزائريين ما كانش اللي ما يحبوش، الصغير كبير مع قهوه العسل الحليب يجي ما شاء الله. تبعوا معايا البنات المقادير وطريقه التحضير، ان شاء الله راح تستفادوا وراح يخرج لكم روعه. وش راح نحتاجو في المكونات؟ حبه بيض نضيف لها كاس الا ربع سكر عادي، ملعقه صغيره فانيلا، كاس الا ربع من الزيت. ما تنساوش البنات رشه ملح. رايحه نخلط كامل المكونات بالباتير، كما انكم تقدروا ديروا يدويا عادي جدا، لكن بالباتير راح يعطينا راح نسهلوا على رواحنا وفي نفس الوقت نتحصلوا على نتيجه تجي بزاف هايل خفيف. من بعد رايحه نخلط كي تشوفوا ذاب لكم هذاك السكر مع الزيت، رايحه نضيف لهم كاس الا ربع حليب، نضيفه للمكونات ونزيد نخلط جيدا. ايضا البنات تقدروا ديروه كمشروع، هذو اللي يحبوا يستفادوا من الوصفات السهله والمقادير البسيطه تقدروا ديروه مشروع ما يديلكمش كامل المكونات بزاف، بحبه بيض واحده فقط راح تتحصلوا على كميه لا باس بها. من بعد رايحه نضيف لهم 2 معالق كبار من الكاكاو البني النوعيه الجيده. كي تبداو راح تخلطوا الكاكاو تاعكم، حاولوا انكم تخلطوا قبل ما تشعلوا الباتير هكذا باش يدخل لكم هذاك الكاكاو ما يخرج لكمش على برا. رايحه نخلطوا جيدا حتى ينسج منا الخليط جيدا. من بعد رايحه نضيف الكاس الاول لنفس الكاس اللي عبرتوا به البنات، رايحه نضيف كاس تاع فرينه مع 2 اكياس من الخميره الكيميائيه وزن 10 غرام، ونضيف الكاس الثاني من الفرينه البنات غربلوها قبل ما تستعملوها. بالنسبه للكاس اللي عبرت به البنات تقدروا ديروا الكاس تاع ام وليد لانه راهو يرفد نفس العبار. نخلط جيدا بسباتول. من بعد نزيد الكاس الثالث هكذا ونوجد الكاس الرابع وتبقاو تزيدوا بشويه. كمل نشيح باليد تاعي هكذا باش نتحكم في قوام العجينه تاع الكروكي تاعنا. البنات ما تشيحوهاش بزاف، لا بغيتوا تتحصلوا على نتيجه مليحه وكروكي خفيف وهشيش ماذا بكم ما تشيحوش العجينه تاعكم، خليوها على الاقل تتلاصق شويه في اليد. بها راح نتيستي العجينه تاعي باليد اللي مانيش نستعمل بها كما راكم تشوفوا. تلقاو الخليط تاعكم تلم لكم وفي نفس الوقت يتلاصق قليل شويه هكذا. رانا نحتاجوا العجينه تاعنا، راح نتوقفوا من الفرينه كما راكم تشوفوا. الكاس تاع الفرينه بقات لي منه حوالي ربع كاس هكذاك، نتوما على حساب الفرينه اللي راهي متوفره عندكم في المنزل هكذا البنات. من بعد رايحه نغسل يدي جيدا، ومن بعد اليد تاعي رايحه ندهنها بالزيت. راح نفرغ العجينه تاعي فوق طاوله العمل بهذه الطريقه. راح نقسم العجينه البنات الى 4 اقسام ونديرهم حرابج. راح نجيب السنيوه تاعي اللي دهنتها بالزيت. في هذه الاثناء البنات يكون الفرن تاعكم راكو شعلتوه مسبقا، شعلتوه لاعلى درجه. بقى انا مع بديت نخلط في الكروكي تاعي شعلت الفرن تاعي لاعلى درجه ونديرهم على شكل حرابش ونحطهم في السنيوه، نضغط عليهم براحه اليد بهذه الطريقه، لانه كما تعرفوا الكروكي راه فيه الخميره راح يزيد يضاعف لكم الحجم تاعو. رايحه نعدل الحرابش تاعي جيدا ونسقمهم. من بعد رايحه نحطهم يطيبوا. كي تحطوهم يطيبوا البنات الفرن تاعكم راكم شعلتوه لاعلى درجه، نقصوا في النار تاعكم قليلا، نقصوا لها، وفي نفس الوقت ما تحطوش السنيوه تاعكم من التحت، حطوها في الوسط وخليوه يطيب على غرضه. كي تشوفوا الكروكي تاعكم طاب لكم وتماسك، ونزيد نشعل عليه من الفوق حتى يحمر لي، ومن بعد نخرجوه. هذا هو الكروكي اللي تحصلت عليه. شوفوا لي كيفاه جا ما شاء الله، والريحه هايله. راح نجيب كميه من الشوكولا اللي ذوبتها على حمام مائي، ورايحه نضيف لها 2 معالق كبار من الزيت مع 4 معالق كبار من الكاوكاو المحمص ومطحون خشن. تقدروا تستغنوا عليه البنات، ديروا شيكولا فقط.
راح نحط الشوكولا فوق الحرابش تاعنا تاع الكروكي، ومن بعد نخليه يبرد قليلا حتى تمسك لي هذيك الشوكولا فقط ونقسمه معاكم. كيما راكم تشوفوا البنات انا ما خليتوش بزاف جمدت لي الشوكولا، هنا راهو مازالت ما جمدتليش. كيما راكم تشوفوا البنات راني نقسم فيه يجي بزاف هشيش خفيف ويتقسم بكل سهوله. راح نقسم لكم حبه وتشوفوا كيف يجي خفيف من الداخل. اذا كنتوا اول مره تزوروني على قناتي معكم وصفات الامراء، ما تنسونيش بالدعم، ديروا لي جيم، ابوني، فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني لمزيد من الوصفات السهله السريعه الاقتصاديه والاكيد المجربه والمضمونه بالصحه والراحه.